السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ من سنة 2017 وهو ميعاد نزول ايفون اكس، ولحد النهاردة شركة ابل نزلت حوالي 31 ايفون على مدار 8 سنين. فيهم اللي نجح وفيهم اللي فشل ذريع. وبعد مرور كل تلك السنوات وفي عصر الاي اي ومع احتدام وشدة المنافسة بقوة مع شركات الاندرويد، تشتري ايفون ايه وما تشتريش ايه في 2025. خليني اقول ان الحلقه دي موجهه بشكل اكبر لكل محبين الايفون واللي عايزين يشتروا ايفون بس ومش فارق معاهم اذا كان قديم شويه او مستعمل، والاهم انه ما يكونش فارق معاهم الفلوس دي تجيب ايه اندرويد. خلينا نبدا من ايفون اكس لان كل ما قبل هذا لو اتكلمنا فيه هيعتبر مضيعه للوقت. ايفون اكس واللي نزل سنه 2017 وبدانا معاه عصر النوتش وعصر الفيس اي دي واللي كان نقله قويه ساعتها. بس هل النهارده التليفون ده يستحق انك تدفع فيه 8000 جنيه اقل شويه او اكتر شويه؟ عشان نعرف نجاوب على السؤال ده خلينا نشوف انت هتكسب ايه وهتخسر ايه، وطبعا السؤال ده احنا هنجاوب عليه في كل ايفون هنتكلم عنه. وعشان ما تتوهش مني خلينا نحدد مع بعض 7 نقط هنتكلم عنهم في كل ايفون، وهيكونوا الدعم، التصميم والخامات، الشاشه، الكاميرا، البطاريه، الاداء، واخيرا الملخص. طبعا ده مش ريفيو لكل ايفون وهنتكلم عن كل ايفون باختصار وبايجاز. مبدئيا وقبل اي حاجه خلينا نقول ان ايفون اكس نازل بقاله 8 سنين وحاليا هو ملوش اي دعم او اي تحديثات من اي نوع. ممكن نبتدي ونقول ان التصميم بتاعه هو تصميم قديم طبعا ولكن بخامات ممتازه، ظهر زجاجي بيدعم الشحن اللاسلكي وفريم من الستينلس ستيل، وده طبعا مش موجود في كل الموبايلات اللي في الفئه السعريه دي. ده غير انه مقاوم للميه والاتربه بمعياريه IP67. فانت هتاخد فعليا موبايل بريميوم جدا في ايدك وبخامات محترمه. هتاخد شاشه ممتازه سوبر ريتنا اوليد HDR10 دولبي فيجن، ده غير طبعا ميزه الفيس اي دي واللي هتكون مكمله معانا لبقيه الايفونات الجايه. طيب ايه اللي هتخسره؟ مقاس شاشه اقل ما يقال عنه انه انقرض. مقاس الشاشه هنا تقريبا 5.8 بوصه، واللي هو حرفيا اقل من اقل حجم شاشه موجوده حاليا في الفئه دي او في كل الفئات عموما. كمان والاهم انك هتخسر ال 120 هرتز لان الشاشه هنا بتيجي بتردد 60 هرتز بس. ولو دورنا في الفئه دي في التليفونات الاندرويد فهنلاقي تليفونات بتقدم تردد 90 هرتز وكمان 120 هرتز. طبعا حواف تخينه جدا بس مش هقدر اقول ان ده عيب لان في الفئه السعريه دي معظم الموبايلات هتكون بنفس حجم الحواف، بل ويشفع كمان الايفون ان الحواف بتاعته هتكون سيمتريه او متساويه. فانت هتكسب كواليتي عاليه، الوان ممتازه، كثافه بكسلات رائعه، ولكن هتخسر التردد وحجم الشاشه الصغير. هتاخد كاميرات مقبوله جدا جدا في الفئه دي سواء تصوير عادي او تصوير فيديو، والكاميرات هتكون احسن من معظم المنافسين. طيب هل تنفع لتصوير المحتوى؟ لو فلوجز او ريلز سريعه بالتليفون فالتليفون هيقضي معاك الغرض، لكن لو فيديو احترافي هينزل على يوتيوب مثلا الموضوع هيكون صعب شويه. بالنسبه للبطاريه فبدون كلام كتير انت هتشتري التليفون وهتشتري معاه باور بانك، ده غير ان شحنه بطيء جدا. طب الاداء في المهام اليوميه العاديه، تصفح مثلا او تتنقل ما بين التطبيقات، فالتليفون نوعا ما هيكون مستقر معاك. وخليني افكرك ان التليفون ده نازل من 8 سنين. المهم ان التليفون هتقدر تتعايش بيه عادي، والتليفون لحد النهارده هتقدر تلعب عليه عادي ومش هتقابلك اي مشكله. خلاصه الايفون اكس من وجهه نظري هو ينفع كتليفون ثانوي مش اكتر من كده. نتنقل للايفون اللي بعده وهم الايفون اكس اس والاكس اس ماكس. طبعا هنتكلم عن الايفونين دول مع بعض لان مفيش اي حاجه بتفرق ما بينهم غير حجم الشاشه وحجم البطاريه. طيب الايفون اكس اس والايفون اكس اس ماكس حالهم كحال الايفون اكس، دعمهم خلاص وقف ومبقاش ينزل لهم اي تحديثات. وبالنسبه للتصميم نفس الكلام اللي قلناه على الايفون اكس ينطبق على التليفونين دول، ظهر ازاز، فريم ستينلس ستيل، وكواليتي وخامات محترمه جدا. ده غير ان مقاومه الميه هنا بقت IP68، يعني انت حرفيا تقدر تغمر او تغطس التليفون بالكامل في الميه. الشاشتين نفس كل حاجه، سوبر ريتنا اوليد HDR10 دولبي فيجن، شاشات ممتازه بس 60 هرتز طبعا خلاص زي ما اتفقنا. ولكن الفرق هو ان الاكس اس حجمه 5.8 بوصه، زي ما قلنا اصغر من اصغر حجم شاشه، وده شيء مش مقبول تماما في 2025. اما الايفون اكس اس ماكس فبيجي بمقاس 6.5 بوصه وهو مقاس اكتر من ممتاز، لان مع الكواليتي الحلوه دي اوليد وHDR10 ودولبي فيجن وكثافه بكسلات ممتازه وكمان على المقاس ده، فتجربه المشاهده على المحتوى وتجربه استخدامك للتليفون بشكل عام هتكون رائعه. بالنسبه للكاميرات فنفس العدسات اللي موجوده في الايفون اكس هي اللي موجوده في التليفونين دول، هيفرق بس المعالجه لان التليفونين دول جم بالمعالج الجديد من ابل وقتها وهو ال A12 بايونيك مع كمان ميزه السمارت HDR. الملخص انك هتاخد الوان احلى شويه وتفاصيل اكتر شويه، غير كده باقي الحاجات تقريبا هي. بالنسبه للبطاريه فالاكس والاكس اس هتاخد منهم نفس الاداء السيء، ولكن الاكس اس ماكس هتاخد اداء احسن بشكل ملحوظ. لو انت استخدامك خفيف هتقدر تكمل بيه اليوم عادي جدا. سرعه الشحن تقريبا واحده، ولكن في الاكس اس ماكس هتبقى ابطا شويه علشان البطاريه الاكبر. الاداء هيكون افضل ومحسن اكتر نظرا للمعالج الجديد. فعموما استخدامك
استخدامك اليومي او حتى مع الالعاب مش هتقابل معاه اي مشكله. الملخص وبالنظر لسعر التليفونين دول في السوق، واللي لما دورت لقيته متفاوت جدا جدا على حسب الحاله، فهنلاقي ان الاكس اس بيتراوح سعره لتليفون حالته مقبوله من 8000 ل 9000 جنيه تقريبا، فهو حاله كحال الايفون اكس ينفع تليفون ثانوي مش اكتر. وبالنسبه للاكس اس ماكس واللي سعره متفاوت اكتر وكان ما بين تقريبا 11000 ل 14000 جنيه، فاعتقد لو انت شخص حابب الايفون ومش عايز اندرويد فالتليفون ده هيكون مقبول جدا كتليفون شخصي ليك لو انت متقبل عيوب. اما لو انت عايز حاجه احدث بدعم لسه مستمر لحد دلوقتي، خلينا نشوف الايفون 11. التليفون الصادر في سنه 2019 واللي لسه مدعوم لحد دلوقتي، بيجي بداون جريد في الشاشات وكمان في الخامات. فهنلاقي هنا ان اطار التليفون جاي من الالومنيوم مش من الستينلس ستيل، وكمان وده الاسوأ ان شاشته من نوع اي بي اس ال سي دي مش اوليد، مع مقاس تحت المتوسط وهو 6.1 بوصه. كاميرات محسنه اكتر ومعالجه احسن بكتير بفضل المعالج الجديد ده، غير عدسه الالترا وايد ووضع البورتريه المحبب للجميع. الكاميرا هنا بقت تقدر تصور 4K 60 فريم، وده يسمح لك انك لو عايز تعمل محتوى احترافي اكتر تقدر تستخدم التليفون ده. واداء الكاميرات عموما سواء الخلفيه او السيلفي فهو مرضي جدا جدا. بالنسبه للبطاريه فنقدر نقول ان ادائها مقبول جدا جدا مع تحسن ملحوظ عن الجيل اللي قبله. شحن اسرع من 0 ل 50% في حوالي نص ساعه، ونفس الكلام لو استخدامك من خفيف لمتوسط التليفون يقدر يكمل معاك اليوم عادي جدا. بالنسبه للاداء فالاس 13 قادر ولحد وقتنا هذا يدي لك اداء ممتاز سواء في الاستخدام العادي او حتى في الالعاب، وبنسبه كبيره هيكون بنفس او احسن شويه كمان من اداء معظم الموبايلات الاندرويد اللي في نفس الفئه السعريه دي. رايي في الايفون 11، هل تشتريه؟ لا، هيكون في بدائل احسن منه بسبب الشاشه ال سي دي، تردد 60 هرتز، حجم شاشه صغير، التليفون دعمه هيقف غالبا السنه دي، اداء بطاريه مش احسن حاجه، وكمان داون جريد في الخامات. طيب لو بصينا على الايفون 11 برو والايفون 11 برو ماكس، هل ممكن نفكر فيهم؟ خلونا نشوف. مبدئيا الدعم بتاعهم نفس دعم الايفون 11 غالبا وبشكل كبير هينتهي السنه دي. بالنسبه للخامات فهنرجع تاني للخامات البريميوم والحواف اللي من الستينلس ستيل. التليفونين بيجوا بشاشات ممتازه بعيده كل البعد عن شاشه الايفون 11 لانها بتيجي من نوع اوليد وداعمه للاتش دي ار وداعمه للدولبي فيجن، ولكن للاسف لسه بنفس التردد ال 60 هرتز. ده غير ان الايفون 11 برو بيجي بحجم شاشه صغير جدا وهو 5.8 بوصه، على عكس ال 11 برو ماكس اللي بيجي بحجم 6.5 بوصه. بالنسبه الكاميرات فادائها ممتاز هنا وتقدر تعمل بيها محتوى احترافي، وكمان هتلاقي عدسه ثالثه هنا وهي عدسه التليفوتو، غير تثبيت الصوره البصري الحقيقي واداء كويس في التصوير الليلي. البطاريه ادائها مقبول في الجهازين لو حاله البطاريه اساسا كويس. اداء التليفونين بشكل عام هو نفس اداء الايفون 11 بنفس المعالج، فخلينا نقول ان ادائهم هيكون كويس جدا. الملخص ال 11 برو اخره يكون تليفون ثانوي، اما الايفون 11 برو ماكس فيستحق انك تشتريه ويستحق انه يكون تليفونك الشخصي بشرط انه يكون بحاله وسعر كويس. طيب ايه هو السعر الكويس؟ الحقيقه انا ما اعرفش، وانا بجهز الحلقه دي وبدور وبتفرج على الاسعار لقيت كميه تفاوت كبيره جدا جدا في الاسعار، وده في كل الايفونات مش دول بس. فخلينا نقول ان السعر المناسب بيتحدد على حسب حاله التليفون، وكمان لو زودت شويه صغيرين على الفلوس دي يجيبوا لك ايه. يعني لو لقيت ايفون 11 بسعر قريب من سعر ايفون 12 كده يعتبر غالي، وكمان حدد عن طريق سعر التليفون ده يجيب لك تليفون ايه اندرويد، ده لو انت مش اوبسيسد قوي بالايفون ومش عايز حاجه غيره، لانك احيانا هتلاقي ايفونات قديمه وبسعرها تقدر تجيب تليفون اندرويد حرفيا يفصل 3 من الايفون ده في كل النواحي. فللاسف في موضوع السعر زي ما دايما بنقول انه عرض وطلب، وانت توافق او ترفض دي حاجه ترجع لك. ولو انت تايه خالص في موضوع الايفونات ده هسيب لك في الاي اللي فوق حلقه كنت عاملها عن ازاي تشتري ايفون مستعمل وكمان تكشف عليه بنفسك. خلينا نكمل دلوقتي ونشوف الايفون 12. سلسله الايفون 12 نزل فيها 4 تليفونات وهم ال 12 ميني وال 12 العادي والبرو والبرو ماكس. مبدئيا نستبعد ال 12 ميني لانه تليفون مش منطقي الصراحه، ممكن يكون في ناس بتحبه الحقيقه انا مش عارف هم مين بس اكيد فيه، ولكن برضو مش هتكلم عنه. اداء بطاريه كارثي وحجم شاشه حرفيا نوكيا. حجم شاشته كان تقريبا 5.4 بوصه، اللي هو انت لو نظرك كويس هتلبس نظاره على ايد التليفون ده. المهم خلينا نكمل مع باقي النسخ وهنبتدي بال 12 العادي. سلسله الايفون 12 نزلت كلها سنه 2020 والتليفونات دي كلها مدعومه لحد سنتين كمان، وده شيء ممتاز طبعا. خامات الايفون 12 بتيجي بفريم الومنيوم مع ظهر زجاجي لامع ومقاومه للميه بمعياريه اي بي 68. الشاشه حجمها 6.1 بوصه، واللي هو تقريبا ده بدايه حجم الشاشه اللي ممكن نقول عليه مقبول. وكمان والاول مره شاشه ال 12 العادي بتيجي اوليد داعمه الاتش دي ار والدولبي فيجن. الشاشه هتاخد منها اداء ممتاز الصراحه، بس برضو للاسف لسه 60 هرتز. بالنسبه للكاميرات التليفون العادي بيجي بكاميرتين بس وهيدولك اداء كويس جدا، هتقدر تاخد بيها صور وفيديوهات حلوه ولكن مفيش فيها اي شيء مميز. البطاريه ادائها اقل من المتوسط وهتضطر تشحنها على الاقل مره في نص اليوم. رايي في الايفون 12
زود شويه وهات البرو او البرو ماكس. وبذكر البرو والبرو ماكس، خلونا دلوقتي نتكلم عن فلاج شيب شركه ابل لسنه 2020. دعم التليفونين زي ال12 بالظبط، لسه مكمل تقريبا سنتين كمان معانا. خامات التليفون هتاخد ابجريد محترم عن ال12 العادي، لانك هتاخد الفريم الستينلس ستيل والظهر المصنفر البريميوم. بالنسبه للشاشات فال12 العادي وال12 برو هتاخد منهم تقريبا نفس الشاشات، اما ال12 برو ماكس فهيفرق عنهم بس في الحجم الاكبر. واخيرا حجم منطقي واللي هو 6.7 بوصه، واللي بنشوفه تقريبا في كل الموبايلات اللي موجوده دلوقتي. وزي ما قلنا في العموم الشاشه ممتازه تقريبا في كل حاجه ما عدا التردد، ولكن اللي مختلف اختلاف جذري ما بين ال12 العادي والبرو والبرو ماكس هي الكاميرات. لان مش بس هنا هتاخد عدسه ثالثه، لا انت كمان هتاخد اللايدار سنسور، واللي كانت اول مره ابل تقدمه كان وقتها اللايدار سنسور، واللي مسؤول عن العزل واللي بيخلي الكاميرا تقدر تحدد الحواف بشكل احسن ويطلع صور البورتريه في العموم بشكل افضل. كاميرا 12 برو بتيجي بعدسه ثالثه وهي عدسه التليفوتو بزوم لحد 2 اكس، ونفس الكلام في البرو ماكس مع الفرق ان عدسه التليفوتو الزوم بتاعها 2.5 اكس بدل 2 اكس، وده يديلك بورتريه في العموم شكله احلى مع ثبات بصري حقيقي موجود في التليفونين. بالنسبه للبطاريه، البرو بطاريته ممتازه لو ادائها كويس اصلا هتكمل معاك اليوم عادي، اما البرو ماكس فبطاريته احسن كمان وهتستحمل معاك اكتر لو انت من الاشخاص اللي بتحب تلعب على التليفون. بالنسبه للاداء فاداء سلسله ال12 عموما لحد وقتنا هذا ممتاز جدا، وده طبعا بفضل المعالج الاي 14 بايونيك، واللي كان اول معالج ابل تقدمه بمعياريه ال5 نانومتر. ففي نقطه الاداء هنا بالذات مفيش اي تضحيات وهتاخد اداء قوي جدا ايا كان استخدامك للجهاز. واخيرا هل يستحقوا انك تشتريهم ولا لا؟ بالنسبه للبرو لو انت معاك فلوس البرو بالظبط على القد ومش عايز تشتري اندرويد اشتريه، لان التليفون مش وحش تماما حتى لو فيه شويه تضحيات. اما البرو ماكس فهو تليفون ممتاز ويقدر بكل جداره يكون تليفونك الاساسي في 2025. وقبل ما نتكلم عن اقوى واهم سلسله نزلت من شركه ابل وهي سلسله ال13، اعتقد انك محتاج تقدر كل المجهود ده وتعمل لايك للحلقه وسبسكرايب للقناه وتطلع تكمل. سلسله الايفون 13 واللي نزلت سنه 2021 لسه مدعومه وهتفضل مدعومه لحد تقريبا 3 سنين كمان، وده شيء اكتر من ممتاز. السلسله نزلت بنفس تقسيمه سلسله ال12 وهم 4 تليفونات، ميني وعادي والبرو والبرو ماكس، وبرده مش هنتكلم عن الميني. وخلينا نبدا على طول بالايفون المعجزه وهو ايفون 13. ايفون 13 واللي لسه بينزل منه جديد لحد هذه اللحظه، التليفون الاسطوري والاكثر انتشارا من شركه ابل، بيجي بحواف من الالومنيوم مع ظهر زجاجي لامع طبعا، بيدعم شحن الماك سيف ومقاوم للميه بمعياريه IP68. بالنسبه للشاشه بتيجي بمقاس 6.1 بوصه بكل المميزات اللي كانت موجوده في الايفون 12، اوليد HDR دولبي فيجن، ولكن الفرق هنا هو النوتش، لان النوتش في سلسله ال13 بتيجي بحجم اصغر بشكل ملحوظ عن كل الايفونات اللي نزلت قبل كده. الفيس اي دي كمان حصل عليه تطوير وبقى اسرع بشكل كبير عن كل النسخ السابقه. بالنسبه للكاميرات فهي اتطورت بشكل كبير عن الكاميرات اللي كانت موجوده في الايفون 12، فهنلاقي هنا حساس جديد بيقدم اداء احسن بكتير عن النسخه اللي فاتت. التصوير في الاضاءه الليليه افضل، عدسه الترا وايد افضل، تثبيت صوره بصري حقيقي موجود في النسخه ال13 العاديه، مش مقتصر بس على النسخه البرو والبرو ماكس زي سلسله ال12. وكمان وضع السينماتيك في تصوير الفيديو واللي كان اول مره بيتم تقديمه كان في السلسله دي. اداء الكاميرات عموما في التليفون ده هو اداء متميز جدا. بالنسبه للبطاريه ادائها ممتاز وهتكمل معاك اليوم بسهوله لو انت استخدامك متواصل. رايي في الايفون 13 هو واحد من امن الاختيارات بالنسبه لك، كونه لسه بيتباع جديد لحد دلوقتي، وحتى لو تشتري مستعمل فهتلاقي منه كتير بحالات كويسه. فلو انت عايز ايفون حالته كسر زيرو او جديد وسعره مقارنه بسعر الايفون قليل هيكون اختيار مناسب. ودلوقتي جه الوقت اننا نتكلم عن جوهره التاج في الايفونات، النسخه الاكثر شموليه في تاريخ ابل وكريستيانو رونالدو الايفونات، هو طبعا ال13 برو ماكس وال13 برو. ال13 برو ماكس بحس احيانا انه عيب يتقيم، بحس ان التليفون ده فوق التقييم، ولكن برضو خلينا نوضح عنه شويه حاجات بالنسبه للي ما يعرفش. التليفون بما انها النسخه البرو والبرو ماكس فبتيجي طبعا بالحواف الستانلس ستيل والخامات البريميوم. شاشه ممتازه طبعا بمقاس 6.1 بوصه بالنسبه للبرو و6.7 بوصه بالنسبه للبرو ماكس، اوليد طبعا ودولبي فيجن وHDR وكل الكلام الجميل ده. ولكن اهم ما يميز هذه الشاشات ولاول مره في تاريخ ابل هو البرو موشن. اخيرا شاشات البرو والبرو ماكس بقت تدعم ال 120 هرتز، واللي هتنقل تجربه استخدامك لحته تانية خالص. فخلينا نقول ان شاشات ال13 برو وال13 برو ماكس لوحدهم كده هم سبب كافي انك تشتري التليفون ده عشانهم. كمان الكاميرات هنا ممتازه واحسن بكتير من النسخه اللي قبلها، مع اكبر فتحه عدسه نزلت في ايفون وقتها وكانت 1.5، تثبيت بصري حقيقي، عدسه تليفوتو بتطلع صور ممتازه، وعزل اشبه بعزل كاميرات الدي اس ال ار وقتها طبعا، واللي كانت فعلا نقله كبيره في الكاميرات وقتها. ده غير طبعا تصوير الفيديو ال 4K وال60 فريم مع طبعا
طبعا ميزه البرو ريز واللي كانت برضو اول مره تقدم وقتها. كل الكلام ده هيتيح لك ان انت تقدر تستخدم التليفون ده عشان تطلع محتوى فعلا هاي كواليتي. بالنسبه للبطاريه فهتاخد من النسخه البرو اداء محترم جدا، وهتاخد من النسخه البرو ماكس اداء استثنائي وواحد من افضل اداءات البطاريات في تاريخ ابل ولحد وقتنا هذا. واخيرا، هل يستحق انك تشتريه؟ الاجابه طبعا يستحق انك تشتريه، وخصوصا النسخه البرو ماكس. ودلوقتي نروح لاخر سلسله هنتكلم عنها النهارده، وهي سلسله ال14. سلسله ال14 مكونه من 4 اجهزه بتوزيعات جديده المره دي. فهنلاقي نسخه الميني اتلغت، وده شيء متوقع ومنطقي لانها من وجهه نظري نسخه فاشله جدا وتم استبدالها بنسخه البلس. وبكده سلسله الايفون 14 تكون مكونه من 4 اجهزه، هم ال14 العادي، ال14 بلس، والبرو ماكس. بالنسبه لل14 وال14 بلس هم تقريبا نفس ال13 في كل حاجه ما عدا بس فرق الحجم لل14 بلس. التليفون مدعوم ولسه هيوصل له تحديثات لحوالي 4 سنين قدام، وده شيء طبعا ممتاز. بالنسبه للشاشات اوليد جميله حلوه مفيش اي تغيير، ولسه برضو 60 هرتز. النوتش لسه موجوده وبنفس حجمها اللي كان موجود في سلسله ال13. اما عن الكاميرات فتقريبا هم نفس الكاميرات ال13 وهتاخد منهم نفس التجربه الكويسه. اداء البطاريه ممتاز جدا في التليفونين الصراحه، خصوصا النسخه البلس هتاخد منها اداء اكتر من ممتاز. طيب هل يستحق انك تشتريه؟ باختصار لا. الحاله الوحيده اللي ممكن تشتري فيها التليفون ده هو انك تبقى عايز الحجم الاكبر اللي هتاخده من ال14 بلس، او انك تلاقيه بسعر قريب او بنفس سعر ال60. غير كده مفيش اي سبب يخليك تشتري ال14 او ال14 بلس، لانك حرفيا هتاخد كل حاجه موجوده في ال13 بس بمسمى ايفون 14. طيب هل الكلام ده ينطبق على النسخه البرو والبرو ماكس؟ خلينا نشوف. بالنسبه للتصميم والخامات فهو تقريبا نفس كل حاجه كانت موجوده في ال13 برو ماكس هي موجوده في ال14 برو ماكس، ما عدا حاجه واحده بس، وهي الدايناميك ايلاند، واللي تقريبا كل الماركتنج اللي اتعمل على التليفون ده كان عن الدايناميك ايلاند. بالنسبه للشاشات فهتاخد هنا نفس حلاوه شاشه ال13 برو والبرو ماكس، مع كمان سطوع اقوى، وكمان طبعا الدايناميك ايلاند المبهر. بالنسبه للكاميرات فهنلاقي هنا حساس جديد مختلف عن اللي كان موجود في ال13 برو والبرو ماكس، وبقوه 48 ميجا بكسل لاول مره من ابل، مع تحسينات على التصوير الليلي والسينماتيك. البطاريه اداء متوازن جدا، مش بنفس قوه اداء ال13 برو ماكس ولكن مش سيئه اطلاقا. طيب هل بعد كل ده بقى يستحق انك تشتريه ولا لا؟ لو الدايناميك ايلاند فارقه معاك قوي ادفع فلوس زياده عن 13 برو ماكس واشتريه، لان الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تدفع فيها فلوس عشان تاخدها مختلفه عن 14 برو ماكس وال13 برو ماكس هتكون تقريبا هي الدايناميك ايلاند. وبكده نكون الحمد لله خلصنا حلقتنا، وما اعتقدش ان في اي مبرر يخليك ما تعملش لايك للحلقه وسبسكرايب للقناه. ولو في اي سؤال عندك يخص الايفونات سيبهولي في الكومنتات، واشوفكم على خير وسلام.